واقعة غريبة جدا، متسولة في محافظة قنا اسمها غوايش. توفت منذ 10 أيام، فصاحب المكان اللي هو مأجره ليها يتفقد المكان اللي هي توفت فيه. عثر على 6 أجولة من الفلوس، فكة ماركة جنيهات فكة، ومبالغ مالية أخرى تصل قيمتها لحوالي 1,000,000 جنيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده بعد وفاة غوايش اللي هي متسولة بقالها سنوات طويلة متسولة. طبعا مفاجأة كبيرة للأهالي، زي ما حضراتكم شايفين كده بيجمعوا الأموال تحت إشراف جهة من الأوقاف ومن الجهات المسؤولة لمعاينة هذه الثروة وكيفية التصرف فيها. لكن واقعة غريبة جدا في الحقيقة، أصبحت ترند مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما حضراتكم شايفين فلوس فكة ومجمد. فعلا الشعب المصري شعب طيب جدا، بيتعاطف مع أي متسول أو متسولة. الغوايش دي كانت شهيرة جدا في محافظة قنا، وزي ما حضراتكم شايفين كده أجولة مليانة عن آخرها بالفلوس. بيفتحوها زي ما حضراتكم شايفين وبيعملوا لها عملية حصر، لكن التقدير المبدئي بيقول 1,000,000 جنيه حصيلة الشحاتة أو التسول عبر سنوات طويلة. أسيبكم مع هذا المشهد في الحقيقة الغريب والفريد، واللي بيعكس حقيقة، وهي إن الشعب المصري شعب طيب، شعب عطوف، شعب لما بيشوف حد غلبان بيساعده. وأعتقد غوايش المتسولة أصبحت أغنى ممن كانوا يعطونها أموالا. ربنا يرحمها طبعا. وشكرا شعب قنا المحترم اللي صاحب القلب الطيب، اللي هو اللي منح هذه الثروة لهذه المتسولة طبعا. وبرضه رسالة أخرى في الحقيقة، إن أنت ما تديش أي حد إذا كان يستحق فعلا يعني. لأن النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الشحاتة طلعت أغنى من اللي كانوا بيدوها يعني. عموما رحمة الله عليها. والغرائب والعجائب في مصر المحروسة لا تتوقف، ويمكن العالم كله بيتكلم عن هذه الواقعة، واقعة المتسولة اللي جمعت أكتر من 1,000,000 جنيه. هتابع مع حضراتكم هذا الموضوع بتفاصيله. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.